هوم اسيستنت هو اوبن سوفت وير بيديك الفرصه انك تلم كل حاجه في السمارت هوم بتاعك تحت مظله او تحت سقف واحد. وفي كذا طريقه احنا اتكلمنا فيها على مراحل على الشانل هنا اهوت، انك تسطب هوم اسيستنت سواء على راسبيري باي، او ان انت تهين قرشك ولا تهين نفسك زي ما قلت كذا مره وتروح تشتري هوم اسيستنت جرين. بس لو انت بقالك فتره وعندك انتجريشنز كتير، فاكيد هيعدي عليك الاوبشن او هتسمع عن الاوبشن بتاع ان انت تروح تجيب ميني بي سي تحط عليه الهوم اسيستنت بتاعك. انا شخصيا ابتديت بهوم اسيستنت جرين ولسه شغال عندي زي الفل، وداخل على المرحله بتاعت ان انا بحك في ان انا السقف بتاع القدرات بتاع الهوم اسيستنت جرين ابتديت اجيب اخرها من كتر الانتجريشنز الى اخره. فكنت بدردش مع صديقي باشمهندس حازم اللي طلع معايا كذا مره في رمضان، هو من اتباع فكره انك تبتدي اصلا من ميني بي سي، والراجل مشكورا بعت لي فيديو تفصيلي خطوه بخطوه ازاي تحط هوم اسيستنت على ميني بي سي، بحيث انك لو انت بتبتدي تبقى بتامن نفسك لسنين قدام، او لو انت زي حالاتي بقالك فتره شغال براسبيري باي او هوم اسيستنت جرين تعمل المايجريشن بكل سهوله وبكل سلاسه، وحياتك تبقى سعيده برضو لسنين قدام. مش هطول عليكم، تعالوا نشوف بقى التيوتوريال اللي بعته لي باشمهندس حازم واحده واحده كده اهوت. هاتوا كوبايه قهوه او كوبايه شاي وانتخوا، ويلا بينا نتعلم الموضوع ده خطوه بخطوه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا النهارده تكملة لمجموعة الحلقات اللي اتفقت انا والدكتور مينا ننزلها في قناة بيتك. هنتعلم النهارده حاجة مهمة جدا في مدرستين في الهوم اسيستنت. يعني حلو. في ناس، معظم الناس بتحاول تستسهل وتجيب حاجة اسمها ريسبري باي، اذا كانت جرين او ريد او بلو او اي اصدار من اصدارات ريسبري باي. بس انا الصراحة عندي تحفظ في الموضوع ده، ان ريسبري باي ده مهما اداك قوة ومهما اداك اداء مش هيقدر يوصل للبي سي العادي. طيب الريسبري باي تكلفته عاليه جدا. انا هتكلم بالنسبه للتكلفه اللي احنا مثلا في دبي، وانتم ممكن تقيسوا مثلا في اي دوله من الدول اللي موجوده عندكم. الريسبري باي تقريبا عشان تقدر تجيب الكومبوننت كله وتحط هارد عليه او تحط اكسترنال يو اس بي عشان يشتغل، هو هيشتغل مثلا سيف سبيس، ان تقريبا ممكن يدخل له في حدود ال 600 درهم او 700 درهم مثلا مع الكفر بتاعه مع الكلام ده كله، او 800 درهم مثلا. طب هل الكفاءه بتاعته كويسه؟ طيب خلينا نقارن قبل ما نجاوب على السؤال ده. نقرر حاجه مهمه جدا، ان احنا نقول طب ليه ما نستخدمش بي سي، جهاز كمبيوتر. قبل ما نيجي الحته ديت، لو انت ما كنت شفت الحلقه بتاعه الهوم اسيستنت من تحت الصفر، انا كنت مجمع التجميعه ديت وعامل لها الحسبه بتاعتها. الاس دي كارد بالاس اس دي بالراسبري باي لو انا فاكر صح كان هيكلفنا في حدود ال 600 700 درهم، اللي هو 160 170 دولار. والهوم اسيستنت جرين هو اصلا ب 150 او 160 دولار برضو، مع ده مش شامل طبعا سعر الشحن لو انت هتشحنه من امازون او تشحنه من اي حته تانية. فالكلام ده مظبوط، بس برضو هنا لازم التنويه. هو ليه الراسبري باي اللي انا استخدمته في الفيديو طلع اغلى من الهوم اسيستنت جرين؟ الهوم اسيستنت جرين 4 جيجا رام فمتواضع شويه. الراسبري باي اللي انا كنت بستخدمه ساعتها كان 8 جيجا رام. ال 8 جيجا رام اسرع احسن افضل في حاجات كتير، وبالتالي بيجي بتكلفه اعلى شويتين. الميني بي سي اعتقد هو هنا باشمهندس حازم رايح في سكه انك ما تجيبوش جديد، لان انت لو عايز ميني بي سي بكفاءه عاليه جديد في اسعار اليومين دول بتاعت الرامات اللي عماله تعلى، متهيألي هيبقى سعره غالي شويتين. خلينا نكمل نشوف هو قصده ايه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. مشكله دايما اجهزه الكمبيوتر هي بتبقى كبيره، حجمها كبير وبتحتاج تبريد او الكلام ده كله. مظبوط. انا افتكرت او انا افتكست حاجه من دماغي ودورت عليها على النت. الكلام ده من تقريبا 8 شهور او 9 شهور. انا ليه ما اجيبش ميني بي سي؟ يعني ميني بي سي، وهل ينفع ننزل نظام اللينكس على الميني بي سي وبناء عليه نقدر من نظام اللينكس نقدر ننزل الهوم اسيستنت عليه ويشتغل ولا لا؟ طيب هو ايه المميزات اللي انا ممكن اخدها؟ اول حاجه سعره اليوز منه رخيص قوي، الاستابيليتي عاليه جدا فيه، ان هو ستيبل، التبريد بتاعه كويس. انا عندي مثلا حاطط ميني بي سي في الفيلا عندي مثلا بقى لها تقريبا، او في الشقه مثلا بقى لها تقريبا اكتر من سنه، شغل متواصل مفيش اي مشكله خالص. طب الميني بي سي ايه المميزات بتاعته؟ اول حاجه السعر. يعني انا النهارده مثلا اشتريت 2 ميني بي سي. انا هوريك اهو مثلا، ادي واحد ما بينهم، ادي مثلا الميني بي سي اللي انا بتكلم عليه. ثمنه كام بقى في الدوله عندك؟ انا ما اعرفش هو ثمنه كام، واحنا مش محتاجين اكتر من كده. وفي الاصغر ده سيلرون عليه 8 جي بي وعليه هارد اس اس دي 500 جي بي، وعلى ما اعتقد بالامكانيات دي، وطبعا من انترنال واي فاي كمان كونكشنز.
وفي من ورا لما نيجي نبص هتلاقي من ورا البورت لان موجود، الاتش دي ام اي كيبل موجود، الاثنين يو اس بي، البلو اوتبوت اللي هو السبيد بتاعه بيبقى عالي، والبلاك بتاعه، والفيجا كارد كمان اللي هو اللي موجود فيه عالي خالص. وهو ده مثلا نوع من انواع. طب النوع اللي انا جايبه ده حاجه اسمها الاوبتيبلكس 3050. ده الاوبتيبلكس 3050. جبته ده بكام؟ هو ده السؤال. بكام؟ جبته ب 200 درهم. وكان عندي هارد الصراحه، يعني كان عندي هارد اس اس دي 500 جي بي ركبته عليه. طبعا انا جايب جهازين، الجهاز اللي احنا هنشتغل عليه النهارده اهو. السعر ده اكيد لقطه، فلما نيجي نتكلم على فرق الاسعار ولو على الارقام اللي كنت بقولها لكم من شويه بالسعر ده، اكيد يعني لو قدامك جهاز ميني بي سي بالسعر ده اكيد روح على الطريقه ديت في ان انت تبتدي هوم اسيستنت. يمكن قدامي وواصل اوريدي، هنبدا نشتغل مع بعض. وادي الجهاز الثاني ركبت عليه. سؤال الاس اس دي بقى بكام؟ يعني اس اس دي 500 جيجا هيطلع بكام؟ زود على المفروض على السعر دوت، بس برضه متهيألي اكيد هيطلع ارخص. هو اكبر لوكشه بتاع الثمن البي سي راحت خلاص في ال 200 درهم اللي هو جاب البي سي بيهم دوت. 500 اس اس دي عليه، وعندي واحد تاني 500 هركبه هنا احتياطي واركبه. طيب احنا كده تقريبا التكلفه وصلت كام؟ كده تقريبا ممكن نقول التكلفه بتاعته تقريبا توصل ل 300 درهم مثلا، يعني نتكلم في حدود 300 مثلا. متهيألي اكتر بس برضه ارخص. بي سي التكلفه بتاعته تبقى تقف عليا ب 300 درهم، او اروح اجيب ريسبيري باي اللي امكانياته ليميتد جدا وصغير والسبيد بتاعته قليله، وهيعمل مشاكل معاك لان كل الناس اللي سامعاني دلوقتي مثلا اكسبيرت في الهوم اسيستنت وبدا ينزلوا الاوتوميشن كتير وبدا يوصلوا اجهزه كتيره والسيستم بدا يقوم، او من الاخر الباك اب بتاع السيستم بتاعه بدا يوصل اكتر من 180 ام بي و200 ام بي، هيبدا يلاحظ ان في سلوهن. طيب انا هنا لازم اعلق على حاجه، والاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. انا مقتنع ان لمعظم الناس هوم اسيستنت جرين او راسبري باي هو حل لطيف جدا ومش هيتعبك لو انت زي ما باشمهندس حازم كان بيتكلم كده، مش هيبقى عندك كميه الانتجريشنز وكميه الاوتوميشنز العنيفه. امتى هتواجهك مشكله؟ لو انت ابتديت تنزل اد اونز كتيره قوي، لان ديت اكتر حاجه بتاخد من السبيس بتاعه الهوم اسيستنت جرين او الراسبري باي. والحاجه التانية فكره ان انت تعمل الباك اب بتاعك على الراسبري باي نفسه. انا عارف ان انا اتكلمت قبل كده ان دي حاجه مهمه انك تعمل باك اب في العموم، بس انا وجهه نظري ان انت يا اما توصل اكسترنال هارد درايف تبقى مخصوص للباك اب، لكن ما تقلش على الميموري البلت ان بتاعه الباي او الاس دي كارد بتاعك او الكلام ده كله بباك ابس. يعني جيب لك ناس او جيب اي اكسترنال هارد درايف ده اللي يبقى عليه الباك ابس بتاعتك، مش على الجهاز نفسه عشان ما تبطئوش. لو انت عملت كده، انا اعرف ناس شغاله بقالها سنين وباور يوزرز عن طريق الراسبري باي واستخدامها ما لقيتش فيه مشكله. الفكره كلها اعتقد هنا لازم التنويه ان هو حسب استخدامك انت وحسب الاركيتكتشر او التصميم اللي انت عامله لبيتك والسمارت هوم بتاعك من حيث الاوتوميشنز والادونز والباك اب سيستم، ده اللي هيفرض عليك هو انت تمام تكمل بالراسبري باي وتمشي في سكته هو والهوم اسيستنت جرين، ولا تطلع منها وتادفانس الحته الميني بي سي. يعني انا برضو على حد علمي، انا ما جربتش القصه ديت، بس على حد علمي وعلى حسب ما هنشوف الموضوع مكلكع شويتين 3 عن ان انت تعمل على الراسبري باي على طول. فمش عايز اطول عليكم في التعليقات، بس كان لازم اقول لكم على القصه دي. كل حاجه وحسب انت استخدامك ليها عامل ازاي، مش شرط ان الراسبري باي يعمل مشاكل. انا اسف يا باشمهندس، انا اعرف ناس تقايل وشغالين زي الفل بالباي على اس دي كارد كمان مش على اس اس دي. احنا هنشغل ازاي الميني بي سي؟ خلينا نشرح لكم الاول بصفه سريعه. الميني بي سي طبعا هنبدا اول حاجه ان احنا، معلش الفيديو ده هيبقى طويل شويه، ان احنا عن طريق فلاش ميموري، وبالفلاش ميموري دي نقدر نعملها بوتابل لينكس. وبعد ما نعملها هنتعلم ازاي نقدر نعملها بوتابل لينكس. وبعد ما نعملها بوتابل لينكس هنبدا في المرحله اللي بعد كده ان احنا ازاي نهيئ الجهاز الكمبيوتر بتاعنا ان هو يقدر يستقبل اللينكس سيستم. وبعدين نبدا نبوت من عليه، نفتح اللينكس سيستم من على الجهاز ونبدا ندخل عن طريق الانترنت، نبدا نعمل داونلود للهوم اسيستنت سوفت وير. هينزل الهوم اسيستنت سوفت وير موجود عندنا، خلاص تيجي تشغل جهازك هتلاقي جهازك يقول لك كل سنه وانت طيب انا موجود لهوم اسيستنت، يلا العب عليه زي ما انت عاوز. الموضوع بمنتهى البساطه انك الفلاش درايف اللي مع باشمهندس حازم ديت انت بتنزل عليها سيستم لينكس، وبعد كده بتقول للبي سي بتاعك لما تيجي تشتغل اشتغل عن طريق الفلاشايه ديت عشان تسطب سيستم اللينكس عندك وتنزله بدل الويندوز. بعد كده بتنزل على اللينكس دوت سيستم الهوم اسيستنت، وبقى كده الجهاز بقى شغال از هوم اسيستنت ديديكيتد او متخصص للهوم اسيستنت بس موجود عندك في البيت. مميزاته مش عاوز اعيد وازيد فيها، بس المميزات واضحه قوي. التكلفه بتاعته تقريبا نص التكلفه بتاعت الريسبيري باي.
الكفاءه بتاعته 10 اضعاف الريسبيري باي. صيانته سهله قوي، تبريده بسيط، ما بيستهلكش كهرباء. الريسبيري باي برضه هو شغال بادابتور فما بيستهلكش. فيعني انا وفي النهايه خالص الحجم بتاعه زي ما انا قلت لكم، الحجم بتاعه صغير قوي، ممكن احطه في الدي بي بتاع اللو كرنت عندي او بتاع اتصالات او اي حاجه. يعني ما عادش عائق ان انا احط جهاز سيرفر كبير بالبي سي. نقول بسم الله ونبتدي ونشوف الخطوات واحده بواحده. من اول مرحله بتاعتنا هندخل على السيت اب مود للجهاز. طبعا خلاص احنا ما عندناش سيستم اساسا موجود على الجهاز، او لو عندنا ويندوز او اي حاجه ندخل على السيت اب. طبعا كل جهاز بيختلف عن الجهاز الثاني. انا مثلا في الاوبتيبلكس 3050 اللي هو الديل، السيت اب مود بتاعه F2. لما دخلت على F2 بدخل حاجه اسمها من اول هنا الجنرال، وبعد الجنرال بدخل حاجه اسمها البوت سيكونس. البوت سيكونس لازم اتاكد زي ما انتم شايفين هنا حاجه متعلم على UEFI مود. البوت لازم يكون UEFI مش لجنسي. ده رقم واحد. رقم 2 بدخل على حاجه اسمها سكيورتي بوت، وبعدين دي مهمه جدا الخطوات دي يا جماعه، من غيرها لينكس مش هيشتغل عندك. هتيجي تنزل اصلا مش هتعرف عليه، مش هيقرا، خايف يقرا، فخلي بالكم بترتيب الخطوات. تاني حاجه اسمها سيكونس بوت انيبل، خليها ديسيبل، توقفها. والخطوه اللي بعد كده هنيجي ندخل هنا عندنا البوستر، حاجه اسمها الانتل تربو بوستر انيبل. طبعا الحاجات اللي بقولها لكم دي ممكن تختلف من جهاز لجهاز، بس انا اهم حاجه عندي اول حاجتين UEFI بوت ده لازم تعلم عليه، وسكيورتي بوت انيبل لازم يبقى ديسيبل. والحاجه الاضافيه الباور مانجمنت. يعني ايه الباور مانجمنت؟ يعني مثلا الجهاز لو اتعمل له مثلا الباور فصل لاي سبب من الاسباب ورجعت الكهرباء تاني، هو ياخد الحاله الاخيره من الجهاز. ودي مهمه جدا 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 نعملها في اجهزه اللي لها علاقه بالهوم اسيستنت. ليه؟ في بعض الاجهزه ممكن تشتغل والكهرباء تقطع لاي سبب من الاسباب والجهاز يعمل شت داون، الكهرباء رجعت تاني، الجهاز ما يقومش. كده انا بدي اوردر للجهاز اقول له بعد اذنك لاست باور ستيت. يعني لو انت الباور ستيت بتاعك كنت اون، الكهرباء فصلت عليه ورجع له كهرباء تاني، يرجع تاني يبقى اون، عشان نقدر نحافظ ان السيستم يقدر يعمل زي ما يكون مثلا يقدر يعمل ستارت. بعد ما عملنا كل حاجه خلاص هنا بقول له ابلاي، واقول له بعد اذنك اوكي، واقول له اكزيت. كده المرحله الاولانيه انا هيأت الجهاز ان هو يستقبل اللينكس. السكرين دي عشان اخش عليها اول ما بفتح الميني بي سي بتاعي حسب الموديل بتاعه، يا اما بدوس على F2 او F12، او في كمبيوترز معينه بدوس على ديليت، بدوس ورا بعض ما بيبتديش الكمبيوتر بيفتح لي السكرين ديت اللي بتديني الاوبشن ازاي انا عايز الكمبيوتر بتاعي يشتغل، او ايه السيتنجز اللي اول ما الكمبيوتر يشتغل المفروض تبقى لودد وشغاله بيها. طيب هي ايه لازمه السكرين اللي حازم بيتكلم فيها ديت؟ السكرين ديت هي لازمتها كالاتي، ان انت بتظبط شويه حاجات الكمبيوتر بتاعك يبقى حافظها، وكل مره يجي يشتغل يروح على السيتنجز ديت علشان الهوم اسيستنت بتاعك ما يحصلوش اي نوع من انواع الانتربشن. اهمها زي ما هو كان بيتكلم ان انا بقول له انسى خالص انك بتشتغل بالليجاسي مود اللي هو الويندوز اللي نازل على الجهاز، انا عايزك بعد كده تشتغل من اليو اس بي اللي انا هحطها لك اللي هي عليها لينكس. وبعد كده هو وانس ان انت سطبت الهوم اسيستنت على الهارد درايف تقول له لا اشتغل على الهوم اسيستنت على طول. وفكره الاوتو باور اون ديت، او ان انت لما ترجع تشتغل تاني لو حصل عندك قطع في الكهرباء ترجع على اللاست ستيت، دي مهمه فعلا، لان انت احيانا كتيره بالذات في البلاد اللي بيحصل فيها باور اوتجز كتير او الكهرباء بتقطع كتير يجي يشتغل فيشتغل ميني بي سي عادي خالص، ويندوز مستنيك تيجي تبتدي تشتغل عليه اكسل وباوربوينت. مش ده الهدف منه، انا بظبط البي سي ده ان هو يبقى العقل المدبر لبيتي عن طريق الهوم اسيستنت. تعالوا بقى نكمل فيديو. بقول له بعد اذنك اوكي، واقول له اكزيت. كده المرحله الاولانيه انا هيأت الجهاز ان هو يستقبل اللينكس. بالظبط كده. تعالى نعرف ازاي نعمل بوتبل يو اس بي لينكس. حلو. ازاي نبدا نعمل المرحله الثالثه وان احنا نكري بوتبل يو اس بي تشيل نظام اللينكس. استخدم اوبونتو ولا بالينا؟ انا شايف بالينا. محتاج اول حاجه نحرق من تبقى جاهزه تنزل على اليو اس بي، على تنزل على البي سي، علشان من خلالها نقدر نعمل داونلود لنظام اللينكس على اليو اس بي. يعني هي هتبقى عباره عن الوسيط اللي هياخد نظام اللينكس وهينزله على الفلاش ميموري، علشان عن طريق يبقى عندنا بوتبل لينكس ناخدها بعد كده ننزلها في الجهاز الميني بي سي بتاعنا، ومن الجهاز الميني بي سي بتاعنا ندخل نفتح سيستم لينكس ونقدر نعمل داونلود دايركت لنظام الهوم اسيستنت. طيب الويب سايت اسمه ايه؟ خلينا نكبر. اسمه بالينا اتش ار، BALENA سبيس ETCHER. طيب احنا اول ما دخلنا فيه هيظهر عندنا حاجه اسمها هنا داونلود اتش ار. هيبدا يظهر لي بعض من السيستمات احنا شغالين على ايه؟ شغالين على الماك ولا شغالين
على لينكس، احنا شغالين على لابتوب عادي خالص ويندوز الويندوز 64. هقول له بعد تمام. اذنك اعمل لي داونلود للبلينا اتشر. هيبدا ينزل وهيبدا يعمل داونلود. هو تقريبا مساحته 191 192 ام بي. وبعد ما يعمل داونلود هنعمل سيت اب عادي خالص ونبدا ناخد الخطوات واحده واحده. خلينا مع بعض زي ما اتعودنا معاكم، احنا بنعمل كل حاجه بالخطوات عشان لما يظهر ايرور يظهر حاجه نتعلم بيها. ادي دان. اوكي دبل كليك افتح اعمل حاجه. يلا يا اسطى مش عاوز تفتح؟ حاضر خليك معانا هنا. داونلودز افتح. الداشر بتاعنا الجهاز. طبعا البلينا اتشر اوريدي موجود عندي على الجهاز، بس انا دلوقتي بحاول اعمل ستوب. هو هيقول لي اساسا ده موجود عندك على الجهاز قبل كده. ادي البلينا اتشر موجود وجميل وكل حاجه موجوده معانا ونزل. طبعا هو عشان موجود عندي على الجهاز فتح على طول. عندك انت نكست اللي احنا معتادين عليها وهنشتغل. نبدا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده. هنجيب نظام اللينكس منين. عمل داونلود الاتشر واشتغل عندي مفيش اي مشكله. هنبدا نديله سيستم اللينكس. هنعمل له داونلود منين؟ هنعمل له داونلود عن طبعا كل الحاجات دي. انا هحط اليو ار ال عشان تبقى انت سهل عليك. حاجه اسمها ويب سايت اسمه upUNTU.com. ما تدخل عليه هتلاقي داونلود. تيجي عند حضرتك هنا وتقول له انتل اور اي ام دي 64 بت، تقول له داونلود، قول له بعد اذنك داونلود. تاني هي الفكره كلها زي ما عملنا بالظبط في قصه الراسبيري باي. ده نزلت الاول الايمجر دوت اللي بيديني فرصه ان انا احط اي سوفت وير على الدرايف بتاعي والاوبونتو دوت هو اللينكس اللي هينزل لي اللينكس. فهنزل الكلام دوت وبعد كده احطه على الفلاش درايف. خلينا نشوف بقى هيعملها باشمهندس حازم ازاي. وهنسيب لكم وسايب لكم انا فعلا اللينكات في الديسكربشن لو عايز تروح على اوبونتو بالظبط، لو عايز تروح على الايمجر سوفت وير بالظبط. هيبدا هنا هيسالك شويه اسئله، سبسكرايب ومش عارف ايميل والكلام ده كله. طبعا انا عامله اوريدي، بس هو اوتوماتيك اول ما تقول له داونلود هيبدا الراجل يعيش مع نفسه ويبدا يعمل داونلود. طبعا ده 5 جي بي هنستحمله شويه بقى ايه، بالذات للناس اللي عندها سرعه قليله شويه. يعني انا عندي مثلا 30 25، انا عندي مثلا ممكن ينزل لان انا عندي 1 جي بي سبيد في البيت. اعتقد هو مش هياخد اكتر من 3 دقائق او 5 دقائق. خلص داونلود ونرجع لكم تاني. كان الله في العون بقى وانتوا بتنزلوا. نزل هو ده. ايه السرعه دي؟ طبعا انا ما عنديش اي اس او بروجرام عشان يقدر يقراه، فانا عندي الرير. هنيجي نبص هنا هنلاقي هنا مساحته بالظبط 5.9 جي بي. نعمل ايه؟ عندنا بلينا اتشر. هنقول له بعد اذنك من فلاش من اللي موجود من مكان موجود عندي، وهحدده اهو موجود معايا ده الاي اس او، واقول له اوبن جاهز. التارجت بتاعي ايه؟ فلاش ميموري. اللي انت حاطه. هو بيقول لي 6.39. طب ليه 6.39 وانا عندي المساحه بتاعته 5.9؟ لان الفرق ما بين دوت اللي هو تقريبا 400 ام بي ده البوتبل سيستم اللي الجهاز بتاعنا هيشغل السيستم يوبينا ده من عليه. اوكي هقول له سيلكت التارجت بتاعي. هحدد له فين الفلاش ميموري. طبعا انا ما عنديش اي حاجه لان انا مش واصل اي فلاش ميموري ولا حاجه. دي الهاردات اللي عندي. هحدد له واقول له بعد اذنك هو ده فلاش. سيبه خالص، هياخد له من 5 دقائق ل 10 دقائق، ممكن يوصل في اوقات نص ساعه. ما تقلقش خالص، سيبه يخلص. وبعد ما هيخلص خالص كده يبقى احنا خلصنا. نراجع مراجعه سريعه. احنا عملنا ايه؟ بلينا اتشر ده السيستم اللي انا هقدر من عليه انزل واحرق زي ما احنا كنا بنتكلم كده في مصر ايام زمان. احرق السيستم وهنزل اليو بي ده. احرق ده كان لفظ دارج في الثمانينات، جيل الفلوبي ديسك. حبيبي حازم كبرتنا في طلعه يا معلم. احرق او اعمل ايميجنج او اسيت اب، استخدموا اي كلمه انتوا بتحبوها. خربت اسمه اصلا مش فاكر اسمه ملخبطني. اوبونتو. هنزله 5.9 وهحرق عليه الفلاشه وهتبقى الفلاشه اوبونتو يا كبير. تعالوا بقى نتنقل للمرحله اللي بعد كده. نحط الفلاشه جوه الجهاز ونفتح ونتفرج. الخطوه اللي بعد كده ركبنا اليو اس بي جوه الجهاز الميني بي سي. سيبه خالص. بعد ما هتفتحه تحطه هيبدا يعمل ستارت. الراجل هتلاقي فيه لوجو غريب قوي ظهر عندك اللي هو upUNTU. ليه هو بقى فتح اوبونتو؟ علشان السيتنجز اللي احنا كنا عاملينها من الاول. السيتنجز اللي خلتني اخلي الميني بي سي بتاعي يشتغل من على الفلاشة مش من على الميموري بتاعته اللي هي اتسطب عليها الويندوز. يقول لك بوت من عليه، قول له ايوه. سيبه خالص، هو هيبدا يبوت من عليه ويبدا يقوم باول خطوات اللي هنا. كده احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ احنا بنحضر الميني بي سي يبقى هوم اسيستنت خطوه بخطوه مع بعض. ومش هفصل الفيديو، هسيبه عشان يظهر التايم، عشان في بعض الاوقات ممكن مثلا حاجه تاخد منك ربع ساعه فانت تقلق فتعمل ريستارت. لا، سيبه خالص كده. خلينا نمشي بالخطوات واحده واحده مع بعض زي ما اتعودنا معاكم. عشان كده قلت لكم استحملوني، معلش الفيديو ده حبه طويل شويه، بس اعتقد في ناس كتير جدا هتستفاد منه. واحنا كلنا بنستفيد يا حازم، بس يعني انا لازلت عند رايي. لو انت مبتدئ ومش هتبقى غول اجهزه خليك في الراسبيري باي. بس هقول لكم الكونكلوجن في الاخر. A few moments later. الحمد لله
السيستم امن. تعالى بقى الحمد لله. نعرف ازاي نمشي في الخطوات. في حاجه مهمه جدا جدا جدا. احنا كل اللي عملناه نزلنا السيستم ده لينكس على الجهاز على اليو اس. احنا معلوماتكم مش هننزل السيستم على الجهاز خالص. انا هستغل بس ان السيستم ده هقدر منه اخد اوبشن اللي انا اعمل داونلود للهوم اسيستنت دايركت على الهارد ديسك اللي عندي، ويبقى هو البوت الرئيسي بتاعي. نمشي مع بعض خطوات وربنا يعيننا عليه. الموضوع ممتع صدقوني، يعني الموضوع ممتع. طبعا الخطوات دي موجوده كتير على النت، بس يعني انا بديكم خبره ايه بقى، خبره المرمطه. يعني خبره المرمطه اللي احنا مرمطناها انا ومينا، فاحنا خدوها على الجهاز. طبعا لا يمكن تستاهلوا يعني. هاشتاج عدينا بمرار طافح. اي نعم. ثانيا ويبقى برضو الفكره كلها ان الكلام دوت انا شخصيا ما شفتوش غير اللهم في قناه دكتور شادي نافع على سمارت تك بالعربي. فالكلام في القصص دي كلها بالعربي احنا كلنا محتاجينه، وهو ده فعلا مستقبل السمارت هومز. ففعلا الكوميونتي عزوه. لازم هنا التنويه وشكر كل واحد فيكم بيعمل لايك وبيكومنت وبنشير وبنتكلم في افكار مع بعض. ده من الحاجات فعلا اللي مخليه الواحد مكمل في القصه ديت. شكرا يا شبيبه. بس شكرا. حلو. طبعا انا وصلت الماوس عادي انجلش او اي لغه انت عاوزها، واقول له بعد اذنك نيكست نيكست. حلو قوي. الافضل في المرحله بتاعتنا ان احنا نوصل جهاز الكمبيوتر بتاعنا او البي سي بتاعنا كابل عن انترنت. طريق لان. الكيبل. لان. ولو زي حالاتي دلوقتي، لان انا في الغرفه اللي عندي فوق وللاسف البورت النت اللي عندي مش شغال فيه مشكله، فهنحاول نوصله عن طريق الواي فاي. انا وصلته عن الواي فاي. ارى معايا، خلينا مثلا في السرعه العاليه، خلينا في ده عشان ده سرعته عاليه شويه. وهنا على الله اكون فاكر الباسورد فوق. بسم الله. حلو قوي كونكتد. هو الباسورد ما اتغيرش. حلو. عاوز ابديت؟ قول له لا يا باشا ما تعمليش ابديت. هنا بقى المهم، بيسالني عاوز تنزل السيستم على جهاز الكمبيوتر؟ لا انا مش عاوز انزل السيستم، انا هاخد منه بس ايمج عشان اعرف اتحرك جوه. فتح لي نظام اللينكس الجميل ده. نعمل ايه بقى في نظام اللينكس ده؟ تعالوا موتزيلا اهم حاجه فايرفوكس. تاكد عندك ان الانترنت شغال وهو ماشي. موجود معاك وكل حاجه تمام التمام. ننقل على المرحله اللي بعد كده، نتعلم ازاي نعمل داونلود للهوم اسيستنت. الخطوه اللي بعد كده، بعد ما اتاكدنا ان الواي فاي شغال، هنفتح هنا الفايرفوكس. وطبعا هو ممكن ياخد مننا شويه وقت. لو هو فتح معايا بسرعه، بس ممكن ياخد منك دقيقه يفتح، لان احنا زي ما قلنا احنا شغالين على الايمج اللي موجوده فين على الفلاش ميموري. هنكتب هوم، نبدا ندخل عالم الهوم اسيستنت. هوم ماينس اسيستنت دوت اي او انتر. هيفتح لي صفحه الهوم اسيستنت. هبدا اقول له دوكيومنتيشنز، وبعدين ابدا انزل على الانستليشنز. هو هنا بيقول لي الانستليشن طبعا شارح لي كل الحاجات. لو انا عاوز مثلا انزله على الريسبيري باي، عاوز انزله على ماك، عاوز انزله على ايه هو، ولو انا عاوز انزل كونتينرز، انا ده كله كده ايه لا يعنيني في الموضوع. انا يعنيني حاجه اسمها جينيريتك. لازم التنويه هنا هوت. هوم اسيستنت يلو ده كان راسبيري باي وكان عالمي، وكان معمول علشان الادفانس يوزرز اللي مش عايزين يبقوا مربوطين بالهوم اسيستنت جرين. بس هم هيوقفوا السبورت ليه وهيبطلوا تصنيعه فيري سون. فلو عايز انت هوم اسيستنت يلو عكس بقى كلام الفيديو ده خالص، الحق اشتري لك واحد، بس هتبقى معتمد على نفسك تماما. هم لو تاخدوا بالكم حتى ان حاطين كلمه انترميديت يوزرز فوقيه. غير كده هوم اسيستنت جرين هم بيصنعوه، والراسبيري باي متاح على امازون او في كذا حته ممكن تشتري منه. او الاوبشن الثالث اللي انت تنزله على فيرتشوال كونتينر بروكس موكس بقى او ايا كان او دوكر، تنزله على الكمبيوتر بتاعك او على الناس. وده اتكلمت فيه مع باسل برضو، كان في حلقه على القصه ديت، مش السيت اب بس كان الاوبشن ده موجود. والقصه الرابعه انك يبقى عندك ميني بي سي ديديكيتد او هو شغال بس على هوم اسيستنت. ال 86 و 64 اللي هو نظام ال 32 و 64 بت اللي هم موجودين عندك في الانتل. هدخل فيه هنا كده وهبدا انزل كده بالراحه. طبعا هو شارح لي كل حاجه هنا، بيقول لي طبعا ايه الحاجات اللي بقولها دي عشان نشرحها. كل الخطوات دي اوريدي احنا عملناها قبل كده عن طريق طبعا دي اختلاف السيت اب بتاع البويس اللي عندك بتاع المذر بورد اللي احنا عملناه، اللي هو اليو اف اي لازم يكون شغال، التربو بوستر لازم يكون مقفول، الباور زي ما شرحنا في قبل كده من دقيقتين الباور لازم يكون معمول اخر مود عشان لو الجهاز قفل فتح تاني. كل ده كده وانزل كده بالراحه لغايه لما هلاقي هنا حاجه اسمها رايت ذا ايمج تو يور بوت ميديوم. دلوقتي انا ده اللي يهمني، انا عاوز اعمل كرياته للهوم اسيستنت دايركت على الجهاز بتاعي. فهعمل ايه؟ هنزل هنا هلاقي فيه يو ار ال كبير قوي هنا، هاخده كوبي وهسيبه هنا واقول له بعد اذنك بيست واقول له انتر وعيش مع نفسك يا نجم. وادي الداونلود، وادي تاني داونلود المساحه بتاعته 530 ام بي. هسيبه يعمل داونلود ويخلص وهنرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه
بالداونلود للهوم اسيستنت. ده دلوقتي الهوم اسيستنت اوبريشن حتى مكتوب HAOS هوم اسيستنت اوبريشن سيستم. اوبريتنج سيستم. خلص الداونلود ونرجع لكم تاني. A few moments later. حلو. خلاص الايمج بتاعت الهوم اسيستنت اوبريشن سيستم نزلت عندنا زي ما اتكلمنا، هي 555 ام بي. اوكي طيب ازاي نحرق ان السيستم ده يشتغل على الهارد؟ برضو ايه التسكير كويس. ادي ادي الديسك، وهقف على الديسك اللي عندي فاضي كله على بعضه، هقول له بعد اذنك هنا من الترس ريستور بارتيشن ايمج، هختار الايمج بتاعتي في الداونلود واقول له هي دي الايمج، هيقول لي عاوز، هقول له ايوه متاكد، اديته الابروفال، وهيبدا يكمل تاني، وهنرجع قبل ما يخلص الخطوه الاخيره دي. واول ما الجهاز كده خلص شلنا اليو اس بي، وهنبدا نفتح الجهاز تاني من اول وجديد بعد ما عملنا له شت داون، وهنتفرج اللي هيطلع لنا معانا ونتابع. حلو قوي. شايفين كده الهوم اسيستنت بيقول لك مرحبا بك في العالم الخاص بينا. كل اللي عليك يا باشا انك تتفرج على كلمه اوكي اللي موجوده دي، وتسيبه خالص على نفسه. اهم حاجه ان شاء الله باذن الله ما يظهرش اي ايرور، وان شاء الله مش هيظهر اي ايرور. طيب احنا الجهاز بتاعنا واصل واي فاي. اول ما هيخلص ان شاء الله الاوبريشن سيستم ويبدا ينزل كامل، هيفتح الهوم اسيستنت على السكرين بتاعته، بس مش هيقدر يدينا اي بي لانه مش واصل على الشبكه. علشان كده الريكومنديشنز بيقول انك لازم تكون موصل الجهاز بتاعك على ايه؟ على الكيبل اللان. طيب لو انت ما قدرتش توصل الجهاز بتاعك على الكيبل، في كود طويل قوي ورخم، هحاول اخد الكوبي بيست معاكم واحده واحطه، وهنحطه برده تحت الفيديو. تاخدوا الكوبي بيست وتغير فيه اليوزر نيم بتاعك اسمه ايه والباسورد ايه عشان السيستم يبدا يقرا. طبعا ده كود رخم يعني. ودينا موجودين، انا مش هقفل الفيديو، هسيبه يكمل مع نفسه خالص زي ما اتعودنا، عشان لو قدر الله في اي ايرور ظهر، في اي حاجه ظهرت تكون موجوده. وطبعا ما تنسوش انت دي الفلاشه دي تكون متشاله، ولازم تعمل شت داون، يعني لازم تعمل شت داون. السيستم دلوقتي بيحاول يطلع الله عليك الله حبيب والديك 10/10. شفتوا؟ فتح. دلوقتي بيطلع حاجه اسمها سوبرفايزر تو ستارت. طبعا الاي في بي 4 هيطلع ما فيهوش اي بيات خالص، بس هيقول لي ان اللوكال نتورك بتاعت الهوم اسيستنت موجوده، واسمها هوم اسيستنت نقطتين، البورت هتبقى 8123، بس مش هنقدر نعمل عليه لوجن، مش هنقدر ندخل فيه خالص لغايه لما ندخله على الواي فاي عشان يقدر يدخل على الشبكه ويبدا ياخد اي بي. شايفين؟ يا حلاوتك يا حلاوتك يا حلاوتك. سيستم از ريدي. كونجراتيليشن، مبروك يا شباب. كده بالخطوات دي قدرنا نوصل، ولو خدنا بالنا هتلاقي موجود هنا فوق مكتوب ايه جنبنا؟ هنا عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها ENP-LS0 و WLB. ENP-SL0 ده لو انت موصله عن طريق الكيبل هيطلع لك اي بي ادريس هنا. مظبوط. لو انت موصله عن طريق الوان هيطلع لك اي بي ادريس هنا. حلو. بعد ما خلصت بقى مشيت خطوه بخطوه كده هوت معاليك مع حازم، ووصلت لمرحله ان الهوم اسيستنت بتاعك فتح على الميني بي سي. عندك خيار من اتنين. اول حاجه لو انت جاي من الصفر وبتبتدي هوم اسيستنت جديد على ميه بيضه، ساعتها هتمشي في الخطوات وحياتك سعيده وهتاسس بيتك وربنا معاك، وابتدي تتفرج على الحلقات القديمه وخليك معانا في الحلقات الجايه. اما لو انت بقى جاي زي حالتي كده هوت قريب ان شاء الله من هوم اسيستنت جرين او من راسبيري باي، فساعتها محتاج ان انت مش هتعيد كل حاجه من الاول، محتاج في السيت اب الاولاني انك تابلود الباك اب فايل بتاعك من السيستم القديم. طب بجيب الفايل دوت منين؟ لو انت رحت على سيتنجز في السيستم القديم بتاعك ونزلت تحت هنا اهوت لحد سيستم، ومن سيستم رحت على باك ابس، ولما تروح على الباك ابس هيطلع لك هنا اهوت حاجه اسمها شو اول باك ابس. هتروح على شو اول باك ابس ديت، هيطلع لك اخر 3 اوتوماتيك باك ابس انت عاملهم للسيستم بتاعك بالفيرجن بتاعت هوم اسيستنت للباك اب ده منه، امتى اترفع على الستورج بتاعك وموجود فين بالظبط. انا هنا مثلا موجود على النتورك اتاتش ستورج او الناس، وموجود كمان على الكلاود. بدوس على الثلاث نقط دول وبدوس داونلود الباك اب بقى، بدوس كده اهو داونلود، بيبتدي ينزل الباك اب. الباك اب بقى جميل ولذيذ وموجود عندي على الكمبيوتر، باخده بعمل له ابلود، وانا بعمل سيت اب على الهوم اسيستنت الجديد اللي على الميني بي سي، بيرجعني كاني ما عملتش اي حاجه خالص، مش هتعب في اي اوتوميشنز، وكل حاجه عليها اتنقلت
اشتغلت معايا زي ما هي بالظبط على طول كده بالسلاسه دي؟ اكيد لا، في حاجه تانية لازم تجيبها من السيستم القديم قبل ما تمسحه وتتخلص منه، ودي نصيحه ما تستناش اصلا لما تعمل مايجريشن، خليها موجوده عندك من دلوقتي عشان لو لا قدر الله السيستم بتاعك ضرب وعملت له ريستور تقدر ان انت تابلود الباك اب دوت. الحاجه دي اسمها ايه؟ الحاجه دي اسمها الانكريبشن كي او الباسورد بتاعتك اللي عن طريقها تقدر ان انت تفعل الباك اب فايل بتاعك. دي بلاقيها فين؟ في نفس صفحه الباك اب، لو رجعت هتلاقي في الباك اب سيتنج هتقول configure backup settings وتنزل تحت خالص بتداونلود حاجه اسمها emergency kit، دي فيها الانستراكشنز بتاعتك عشان تبقى انت تمام، وتدوس على شو هيطلع لك الانكريبشن كي بتاعك، خد منه سكرين شوت واعمل له كوبي بيست في نوت او في حته على جنب امان عشان ما يروحش منك. توتوريال عظيم، مجهود محترم جدا من باشمهندس حازم، واحب من هذا المنبر كمان مره اشكره على التعاون بتاعه وعلى الديديكيشن والتفاني في موضوع هوم اسيستنت. ووعد الفتره الجايه هينزل توتوريالز اكتر ومواضيع مهمه كلنا هنتكلم فيها مع بعض. اشوفكم الاسبوع الجاي، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب كالعاده. سلام.